هو امتحان يشكل خطر على التلاميذ، او انه عنده اهداف اخرى غنعرفوها في هذا الفيديو. في الاونه الاخيره سمعنا واحد الخبر خطير جدا، اللي هو ان ماده التربيه الاسلاميه او واحد الامتحان ديال ماده التربيه الاسلاميه ديال الجهوي ديال اولاباك بطبيعه الحال فيه واحد الوضعيه اللي كتهضر على ضروره اعتماد الديانه الابراهيميه في كدين واحد يجمع بين الاديان الثلاثه، الاسلام المسيحيه واليهوديه. بطبيعه الحال هذا الامتحان اذا شفناه الى قريناه فعلا كنلقاو في الوضعيه انه فيه واحد الراي ديال واحد السيد، واحد التلميذ سهيل، كيقول بانه خصنا نتبعوا الديانه الابراهيميه اللي هي ديانه كتجمع ثلاثه الاديان، وفيها واحد كذلك ديال الايه القرانيه اللي فيها واوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اذا هنا شفنا في الوضعيه هذا الامر الخطير جدا، وشفنا بزاف ديال الناس في اليوتيوب وبزاف ديال الناس كذلك يقولوا ان هذا الامر خطير جدا، وان الماده التربويه الاسلاميه ما خصهاش يكون فيه هذا الامر، اللي هذه المساله اللي خطيره اللي كتشكل التلامذه في الدين ديالهم الى غير ذلك. ثم كذلك يعني ثارت واحد المجموعه من ردود الفعل كبيره، سواء بين الاساتذه ديال ماده التربيه الاسلاميه او بين الناس اللي ما عندهمش علاقه بهذه الماده واللي هضروا في هذه المساله في الفيسبوك، وقالوا بان هذه المساله مؤامره ما عمرنا سمعناها تحاك ضد ماده التربيه الاسلاميه. هذا الامر هو اللي بغينا نهضروا عليه في هذه الحلقه، ونبينوا شكون فعلا اللي عنده الحق، واش فعلا الماده ديال التربيه الاسلاميه في هذا الامتحان بالضبط هو امتحان يشكل خطر على التلامذ، او انه عنده اهداف اخرى غنعرفوها في هذا الفيديو. بعد ما مشيت قريت هذا الامتحان ديال اولاباك الاحرار ديال الجهوي جهه مراكش اسفي، لقيت فيه كما سمعنا شفت فيه الوضعيه والاسناد ديالها، وكاع الناس للاسف اللي يهضروا في هذا الموضوع اللي في طبيعه الحال من غير اساتذه ديال التربيه الاسلاميه اللي يهضروا في هذا الشيء في اليوتيوب راه يهضروا غير في الوضعيه، ما هضروش على الاسناد. وهنا واحد المساله نبهوا عليها، شنو هي الوضعيه وشنو هما الاسناد. دائما في الامتحانات ديال ماده التربيه الاسلاميه، الامتحانات مؤخرا ملي تبدل المنهاج 2016 جاء منهاج جديد. هذا المنهاج الجديد اش كيقول بانه الامتحان خصو يبدا بواحد الوضعيه كتسمى الوضعيه التقويميه، ويكون عندها الاسناد كيكونوا عندهم علاقه بالوضعيه. الوضعيه غالبا كيكون فيها واحد الاشكال، كتكون فيها بعض المرات معلومات خاطئه مقصوده توضح تما معلومات خاطئه. علاش؟ باش يجيو الاسئله فيما بعد يختبروا هذا التلميذ واش فعلا يقدر انه يميز بين المواقف الخاطئه والمواقف الصحيحه، وهذا الشيء اللي وقع بطبيعه الحال. ولكن مع ذلك راه حتى اساتذه ماده التربيه الاسلاميه كاينين اللي كيرفضوا هذه المساله، كيرفضوها بشكل قطعي، وغنقولوا علاش هما رفضوا هذه المساله، وغنقولوا علاش الناس اللي كيتفقوا مع هذه المساله. اولا الناس اللي كيتفقوا مع هذه الطريقه ديال وضع الامتحان في ماده التربيه الاسلاميه كيقولوا انه مادام ان الاسناد هما الاسناد، لان عندنا الوضعيه اللي فيها انه خص الانسان يتبع الديانه الابراهيميه، والاديان الثلاثه الاسلام المسيحيه اليهوديه خصهم يتجمعوا في ديانه واحده الديانه الابراهيميه. في الحال اللي هذه الديانه الابراهيميه راه دعت لها دوله الامارات بمؤازره الكيان الاسرائيلي وبدعم الولايات المتحده الامريكيه، هما بغاو انه يكون واحد الدين واحد اللي هو الديانه الابراهيميه اللي جمع ثلاثه الاديان. هذا الشيء اللي خلى هاد الناس اللي وضعوا هذا الامتحان ديال ماده التربيه الاسلاميه بغاو يعني قالوا علاش حنا ما نوضعوش هذا الموضوع اللي هو جديد، نطرحوه للتلاميذ نشوفوا نختبروهم واش قادرين انهم يميزوا بين الحق والباطل. واذا شفنا الاسناد وقرينا الاسناد غنعرفوا ان النيه ديال هذا الانسان اللي وضع هذا الامتحان ماشي سيئه. اذا شفنا الاسناد فيهم قال تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ثم السند الثاني كنلقاو فيه واحد المقوله ديال واحد المؤرخ الامريكي والزان، كيقول فيه بان الديانه الحقه اللي خصنا نتبعوها هي الاسلام الى غير ذلك. فهنا الى لاحظنا كنلاحظوا ان هذا الامتحان فيه جوج ديال المواقف. واحد الموقف كتحملوا الوضعيه التقويميه اللي فيها ان الديانه اللي خصنا نتبعوها هي الديانه الابراهيميه وفيها واحد الدليل قراني، وعندنا الاسناد اللي هما ضد الفكره اللي جات في الوضعيه التقويميه. هذا الاسناد اللي فيهم قلنا كيدافعوا على الاسلام بشكل كبير جدا، وفيهم واحد ايه قرانيه وفيها واحد الراي ديال المؤرخ امريكي. هادشي كيبين ان النيه ديال هذا الانسان اللي وضع هذا الامتحان صعيب اننا نقولوا انه نيته سيئه او انه بغى يسيء الماده التربيه الاسلاميه، بقدر من انه هو اجتهد بطبيعه الحال، اجتهد وبغى يدير جوج مواقف، واحد موقف سلبي وواحد موقف ايجابي في الاسناد،
وبغى التلميذ في الاخر يوصل لواحد النتيجه، وهو انه يقول فعلا ان الديانه الابراهيميه ما يمكنش اننا نعتمدها واننا نعتمد على الاسلاميه غير ذلك. لكن اساتذه اخرين كيقولوا، الاساتذه اللي رفضوا هذه المساله كيقولوا اولا الاحرار ما تكونوش مزيان باش يجاوبوا باش يواجهوا هذه الشبهات، وكيقول بان هذوك الاحرار لانهم يعني احرار ما دوزوش القيد ما قدروش يعني يقاوموا هذه الشبهه، ما يقدروش انهم يعني يعرفوا الحقيقه. وهاد الاساتذه اللي كيرفضوا هذه المساله قالوا ممكن ان هذا التلميذ يخرج من القسم وترسخ في الذهن ديالو هذه الافكار السلبيه، ويعتقد فعلا ان الديانه الابراهيميه هي الحقه، واننا خصنا نجمعوا الاديان في دين واحد. اذا هذا هو التخوف اللي عند اساتذه ماده التربيه الاسلاميه اللي يرفضوا هذه المساله، وقالوا لا ما خصهاش تكون بحال هذه المواضيع، ما خصهاش تطرح في الامتحان. ومبرر اخر كيقولوا هاد الناس اللي رفضوا هذه المساله كيقولوا مادام ان هذه المساله ما كايناش في المقرر اصلا، ما كايناش في الاطار المرجعي، كيقول بانه ممكن ما يمكنش انت تقري التلميذ تحط ليه واحد شي حاجه اصلا ما قراهاش. اذا هذه المساله مهمه كذلك. ثم كذلك هاد الناس كذلك اللي كيرفضوا هذه المساله كيقولوا علاش حنا في ماده التربيه الاسلاميه كنلقاو دائما دخل فلان وقال فلان وتلقت فلانه بفلانه فيها غير يعني اراء عاديه. كيقولوا حنا بغينا ان هذه الماده ترجع لها واحد المكانه ديالها، والنصوص ديال الانطلاق او الوضعيه التقويميه بغاوها تكون على شكل نص مقتبس من كتاب، مقتبس من مجله فكريه اسلاميه، مقتبس من تفسير او كذا او كذا. بمعنى هما بغاو ان الاساتذه اللي رفضوا هذه المساله ديال التربيه الاسلاميه بغاو ان ماده التربيه الاسلاميه تكون بحال العربيه مثلا، تكون بحال الاجتماعيات اللي كنلقاو فيها نصوص ديال مثلا وثائق. مثلا في الاجتماعيات كنلقاو وثائق تاريخيه، كنلقاو يعني احصاءات رسميه الى غير ذلك. وفي العربيه كنلقاو نصوص فكريه، نصوص ادبيه، يعني كتلقى لغتها واحد اللغه يعني رصينه وفيها واحد عبارات، يعني بعض المرات كيطلبوا من التلاميذ يشرحوها واحد عبارات عربيه اصيله الى غير ذلك. اذا هذا هما الامور اللي ودائما في الحال الاساتذه ديال ماده التربيه الاسلاميه كيتشكاو من وضع المشكله، وكيقولوا انها ما كتناسبش بزاف ديال الدروس في الماده، وكيقولوا ان هناك دروس كتناسب هذه الوضعيه، ولكن دروس كثيره صعيب انك تطبق عليها النظريه الوضعيه المشكله او الوضعيه التقويميه اللي كتسبب كما كيقولوا كتسبب في انها تسيء يعني يوقع واحد سوء الفهم يعني بعض الامور اللي هي من المسالمات في الدين الاسلامي عند التلاميذ. اذا خلاصه القول انه المساله اللي دائما اللي شفناها عند الناس في اليوتيوب اللي ماشي متخصصين راه يعني دار واحد المبالغه كبيره واتهموا واضعي امتحان ماده التربيه الاسلاميه بشكل كبير، لان حنا كنعرفوا ان الامتحان ديال ماده التربيه الاسلاميه راه كيشرفوا عليه مفتشين ديال الماده وكيعاونوهم في ذاك الوضع ديال الامتحان اساتذه يعني اكفاء في ماده التربيه الاسلاميه. فما نظنش انه غتكون واحد نيه سيئه او نيه خبيثه لاجل تمرير افكار خطيره جدا. هو اجتهاد، يعني هذا هو التصور اللي متعلق بهذه المساله. نتمنى انه تكون فعلا الرساله وصلت، وانه نكونوا على بال ان بزاف ديال الامور اللي كتنشر في هذه المساله المتعلقه بالامتحان ديال جهه المركز الاسفي احرار ماشي صحيحه. اذا التصور هو هذا دابا اللي اعطيناكم. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، والى حلقه اخرى بحول الله قادمه اترككم في حفظ الله ورعايته، والى اللقاء.